أخيرًا عرفت السر اللي بيحطوه على الفطير عشان يبقى زي البالونة وهو في الفرن بالشكل ده. معلقة واحدة بس هتحطيها على العجينة هيطلع معاكِ مورق وكله طبقات ما شاء الله حاجة كده بجد تحفة، وأحلى حاجة كمان إن هو بدون زبدة توريق خالص. قولوا لي بقى بتعرفوا تعدوا لغاية فين؟ عدوا معايا، شايفين الطبقات قد إيه؟ ما شاء الله مش هتقدري تعديها من كتر ما هي مورقة وطبقات كده فوق بعضها. تعالوا بقى هنحل كل مشاكل الفطير اللي بتواجهك لما بيطلع معاكي ناشف، يطلع معاكي كده مش مورق من الفرن، يطلع معاكي كده هبطان مش نافخ في الفرن. لا كل ده هنحله النهارده، وكمان انا مسهله عليك النهارده وعامله لك هي فطيره واحده اللي هتعمليها، وما شاء الله هتكفي عيله. انا عاملاها فطيره جنبه كده هتكفي العيله كلها، علشان يا ستي سهلت عليكي وما تعمليش صواني كتير وعملتها لك في صينيه واحده. لا لو عندك 50 فطيره هتعمليهم وانت واقفه في 5 دقايق. تعالوا نسمي بالله ونصلي على ولو شايفين الرسول. إن قناتي تستاهل يا ريت تدعموها بلايك وشير مع أصحابكم واشتركوا في القناة. وكلامكم الحلو اللي دايما بيشجعني. تعالوا نسمي بالله وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. أول حاجة معانا طبق كبير بنحط فيه 3 كوبايات من المية، المية عادية من الحنفية. بعد كده هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر ونص معلقة من الملح بس كده. ودي بقى المكون اللي قلتلك عليه في أول الفيديو، معلقة من الخل بتحطيه على علشان المية. يقويلي من عرق العجينه بتاعتك بتاعه الفطير، بتخلي كده العجينه بتاعتك فيها عرق وما تتقطعش معاكي وانتي كمان بتفرديها. الخل حلو قوي ولما بنحطه للكيكه بتاعنا بيبقى بيدي كده محسن طبيعي للكيكه بتاعتك. يعني هو في تلك الحالات بيبقى حلو قوي للعجين. بعد كده نزلت هنا بعد ما قلبت كويس قوي المكونات السائلة بتاعتي، المية مع الخل مع السكر وكله داب معايا مع الملح. هنزل هنا ب7 كوبايات من الدقيق، الكوباية اللي هي المج العادية اللي انت بتشربي فيها الشاي عايريها 7 كوبايات. تمام كده انا نزلت هنا ب6 كوبايات وسبت الكوباية دي في الاخر. اللي بصوا انا كنت عايزة بس ايه، اشوف العجينة معايا هتتلم في الاول ولا لا هتعوز احط دقيق تاني، فانا كنت مخليها كده الكوباية في الاخر. فبرضو خلاص انا هحط الكوباية كلها كاملة على ال3 كوبايات مية اللي احنا حطيناهم في الاول، بس كده المعيار كويس معايا. بس كده هابتدي بقى ان انا الم العجينة بتاعتي كويس واعجنها كويس. اهم حاجة في الفطير يا بنات ان انت تعجنيها كويس، عشان ده لازم نربي عرق كده في قلب العجينة بتاعتنا، عشان زي ما قلت لك واحنا بنفرد الفطير ما يتقطعش معانا. تمام كده، دي اول ملحوظة كده عشان تنجح معاكي الفطيرة بتاعتك. شايفين قد ايه ان انا بعجن فيها وعايزاها تبقى الملمس بتاعها يكون ناعم كده، بتكونش متقطع معايا كده. بصوا لما اشدها تحسي كده ان انتي بتشدي البان مش بتشدي حاجة بتتقطع منك، لا لازم العجينة تعجنيها كويس جدا كده. معلش انتي هتتعبي فيها شوية بس النتيجة هتكون معاكي في الاخر كويس. تمام كده شايفين اهو. ببتدي بقى ان انا اغطيها واسيبها ترتاح معايا 10 دقايق. بعد كده خلاص بقى باجيبها العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت 10 دقايق معايا، ببتدي بقى ان انا اجيب اي حاجة اقطع بيها بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا اكور العجينة بتاعتي. بصوا انا هكورها كده على كور صغننة، يعني حجم الكورة هياخد معاكي من 50 جرام ل60 جرام، ده لو انت بتحبي توزني اي حاجة انت بتعمليها. تمام كده، انما احنا بالنظر كده هتقدري معاكي الواحدة بتبقى صغننة، الكورة بتاعتك بتبقى صغننة هوريها لكم دلوقتي. بس كده بقطعها على كور صغيرة بالشكل ده، وبعد كده بابتدي إن أنا أكورها، بتكون سهلة خالص معايا. أنا عايزة أقول لكم لو أنتِ حابة تقسمي المقدار ده على صينيتين ما فيش أي مشكلة، حابة تعملي صينية واحدة زي ما أنا عملت كده وريحت نفسي وعملته في صينية واحدة كله، برضه ما فيش مشكلة، وهتطلع برضه النتيجة معاكِ زي الفل. بس أنا اختصرت الموضوع كده وعملته في صينية كبيرة، صينية الخبز الكبيرة دي هاوريها لكم دلوقتي. بابتدي بقى إن أنا أكورهم كده زي ما انتم شايفين. لو بنوتة بقى كده لسه بتبتدي ومش بتعرف إن هي تكور كرة العجين بتاعتها، بصي بتبقى سهلة خالص على المفرش كده أو على الرخامة، وتبتدي إن انت تكوريها بكف ايديكي كده، وتبتدي ان انت تكوريها بالشكل ده. برضو الطريقة دي سهلة خالص، بصوا سهلة ازاي. لو الطريقة التانية بقى بتبتدي ان انت تفرديها على ايدك كده، وبتجيبي الاطراف بتاعتها وتلميها على بعضها كده وتتك عليها،
وتنعميها بكف ايديكي. يعني شايفين طريقة سهلة، يعني لو بنوتة كده لسه بتبتدي ان شاء الله تعرفي تعمليها وهتكون سهلة بالنسبة لك. والطريقة اللي هي دي على الرخامة كده بتكون سهلة برضو. بس كده بتجيبي صينية بقى وبتدهنيها من الزيت، وبتبتدي بقى ان انت ترصي فيها الكور العجين بتاعتك عشان ما تلزقش في الصينية اللي هتحطي فيها. لازم تدهنيها زيت عشان ما تلزقش فيها. بس كده بنرصهم كده، وبعد كده بتغطي عليهم وتسيبيهم يرتاحوا 15 دقيقة بس عشان تعرفي تفرديهم كويس. لو مسبتهمش يرتاحوا كويس، لما تيجي تفرديها هتلاقي العجينة او الفطيرة بتاعتك بترجع تاني، مش بتتفرد معاكي سهلة في ايديكي. بس انا سبتهم كده استريحوا معايا 15 دقيقة، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب كورة بكورة، وهبتدي ان انا اجيب الصينية بتاعتي دي، صينية الخبز. صينية الخبز اللي يعني اللي امهاتنا بتجيبها، اللي هي بتخبز فيها البسكوت والمعجنات والحاجات دي. صينية الخبز الكبيرة دي ببتدي ان انا اجيبها عشان هعمل فطيرة. قلت لكم هعملها في صينية واحدة. ماشي، دي الزبدة اللي انا هعمل بيها، اورق بيها الفطير بتاعي. دي زبدة فرن عادية خالص. لو انت يعني عندك اي نوع زبدة مفيش اي مشكلة. مقدار الزبدة بتاعي يا بنات كوباية من الزبدة. ببتدي ان انا اسيحها شوية كده على النار عشان ما تكونش مجلدة معايا. بتبتدي بقى ان انت تسيحيها شوية على النار، ما تسيحهاش قوي. بتبتدي بس تسيحيها حاجة بسيطة كده. وهنجيب كورة كورة بقى. احنا مش هنفرد هنا بالزبدة، لا احنا هنفرد بحبة من الزيت بساط كده خالص. بس انت بتبلي ايدك بالزيت عشان خاطر تفردي الكورة كويس تتفرد معاكي. هي مش هتمشي معاكي بالزبدة. لو عايزة تفردي بالزبدة، لا مش هتكون حلوة خالص معاكي، بالذات ان احنا في الجو البرد مش هتتفرد معاكي كويس. انا كنت فردت واحدة وحطيت عليها مسحة من الزبدة. الزبدة بقى هي اللي احنا هنورق بيها، انما الزيت هو اللي هنفرد بيه. فهمتوا معايا الطريقة ازاي؟ بصوا انا هنا بحط معلقة كده من الزبدة، دي اللي هورق بيها بين الطبقات بتاعة الفطير بتاعتي. لو انتي حطيتيهم كده فوق بعض من غير ما تحطي الزبدة وتورقي، خلي بالك هيبقوا عجينة ومية واحدة كده، هيلزقوا في بعض، مش هيديكي التوريقة اللي انت شفتيها في الفطيرة في الاول. يعني انتوا شفتوا الطبقات الفطير والتوريقة بتاعته كانت عاملة ازاي؟ بصوا انا بفرد كده، بتتفرد معايا بكل سهولة على المفرش بالزيت. ماشي. زي ما قلت لكم ما تفردوش لا بسمنة ولا بزبدة. زي ما قلت لك السمنة والزبدة في الجو البرد ده بتجلد معاكي ومش هتتفرد معاكي الفطيرة كويس. بصوا انا بفردها بره، وبعد كده بحط بقى معلقة كده بسيطة من الزبدة بتاعتي، دي اللي بتدي التوريقة بتاعتي في الاخر. ببتدي بقى ان انا اخلص كل الكور بتاعتي بالشكل ده. لو انت عايزة تعملي نص المقدار اللي احنا استخدمناه، يعني مثلا تعملي 4 كوبايات من الدقيق، يعني تعملي صينية صغيرة شوية عن الصينية اللي انا عاملاها دي، مفيش اي مشكلة. حابة تضعفي المقدار وتعملي صينية كبيرة زي اللي انا عاملاها برضو، اللي يريحك. بصوا بقى انا هنا بفرد بره اهوت، وارجع كده احطها على فكرة انا اشتغلت على طول في الصينية اللي انا هسوي فيها. يعني انا بحط الفطيرة بتاعتي على طول في الصينية اللي احنا هنسوي فيها، يعني مش بنحط بره الصينية خالص، لا بنحط على طول في الصينية اللي هنسوي فيها. تمام كده. شايفين اصلا العجينة بتمشي معاكي كده سهلة خالص، ومش بترجع معاكي تاني عشان انت سبتيها ترتاح كويس. اديها وقتها في الراحة عشان تدي معاكي تتفرد معاكي كويس. بصوا انا بحاول في الفيديو كده ان انا اقول لكم على كل ملحوظة ممكن ان هي تواجهك، ان هي ما تطلعش معاكي الفطير بقى لا ناشف ولا في اي مشكلة. وكمان التسوية لها عامل اساسي، لو انت عاملة كل حاجة تمام ممكن في التسوية تطلع معاكي الفطيرة ناشفة ومعضمة وما تعرفيش تاكلي منها خالص. هقولك بقى لما نخلص كده التسوية هتعملي فيها ايه. بس يا ريت يا بنات تدعموني بلايك وشير حلو زيكم كده عشان يرفع الفيديو للناس تانية تشوفه. وبجد كلامكم بيسعدني وبيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات تانية. وكمان انا كنت عاملة فيديو للفطير برضو كان عاجبكم، وما شاء الله كان عليه مشاهدات حلوة قوي. انا عايزاكم برضو تشوفوا الطريقة بتاعته، لو عجبتكم دي او عجبتكم التانية اللي يريحكم. انا بجيب لكم بطرق حلوة كتير اهوت، وطرق سهلة ان هي تسهل عليكم موضوع المعجنات والفطير. وبرضو كنت عملت معجنات معاكم منفوخة وتحفة، زيها احلى من الفطير كمان. معجنات بجد تحفة. شوفوا الفيديوهات بجد هتبقي استاذة في اي معجنات انت بتحبيها.
بس كده بعد ما خلصت كل الكور بتاعتي ببتدي بقى ان انا اسيبها ترتاح خالص معايا. اهم حاجه تغطي وش الفطيره بتاعتك كده عشان ما يقشفش احنا بيبقى الجو ساقع. ماشي، اغطيها بورقه بلاستيك كده. خلاص كده انا سبتها معايا نص ساعه. اهم حاجه ترتاح معاكي، عشان ده اهم حاجه برضو تسيبيها عشان لما تيجي تفرديها كده، عشان ندخلها يعني على الفرن خلاص تتفرد معاكي وتمشي معاكي كده على طول. تبقى سهلة معاكي، ما ترجعش معاكي تاني لو اشتغلت فيها على طول. بصوا، عشان هي سبتها ترتاحت كويس فاتفردت معايا بكل سهولة. اهم حاجة بقى ان انت تكوني مشغلة الفرن على اعلى درجة ومسخناه كويس جدا جدا، عشان برضو الفطير ما ينشفش معاكي. وبرضو لما نحط الصينية بتاعتنا في الفرن وتكون الفرن عالي معايا، بنهدي النار شوية عشان خاطر برضو ما يبقى الطبقات بتاعته بتبقى كتير، لازم تستوي من جوه. بس قبل ما ندخلها الفرن كده دهنت الوش بتاعها بمعلقتين كده من الزبدة عشان تبقى حلوة كده واللون بتاعها حلو بعد ما تستوي. بس كده. شايفين انا كنت هنا مشغله الفرن على اعلى درجه. على فكره انا حطاها مش في النص، انا حطاها تحت يعني فوق الصاجه. تمام كده. وبابتدي بقى ان انتي عشان تتنفخ معاكي وتبقى تحفة كده، تبتدي ان انتي تلفيها حوالين بعضها، تلف الصينية كل شوية كده عشان تتنفخ من كل حتة. زي ما قلتلك بتدخليها على فرن سخن جدا وبتحطيها وتلفيها كل شوية كده عشان تاخد التسوية من كل مكان وتتنفخ معاكي وتبقى تحفة كده. بصي تعرفي سر الفطير بتاعك وحلاوة الفطير ان هو هيطلع معاكي تحفة، ان هو يبقى نافخ معاكي في الفرن. ده تعرفي ان هو هيبقى كله طبقات وما شاء الله عليه. عايزه اقول لكم من بره كده بجد انا ما رضيتش اغطيه على فكره، عشان يبقى معايا كده نافخ وشكله تحفه كده، واوريهولكم الطبقه اللي من بره مقرمشه كده وحلوه. بس هتغطيه هيبقى طري معاكي خالص، غطيه بعد كده هيبقى طري خالص معاكي. اهم حاجه في الفرن زي ما قلتلك ان انت تسوي كويس عشان يطلع معاكي طري وحلو. زي ما قلت لك كده، على اعلى درجة في الاول، وبعد كده هدي النار في الوسط عشان خاطر الطبقات بتاعته تستوي ما تكونش عجين معاكي. ماشي. بعد ما تخرجيه على طول غطيه عشان يتن معاكي طري وحلو. شايفين ما شاء الله. عدوا بقى الطبقات التحفة اللي احنا عملناها دي. تبارك الله ما شاء الله كده. انا عايزة اقول لكم ان هي كلها طبقات ما تعرفيش تعديها من كتر الطبقات بتاعتها. شايفين يعني. تبارك الله كده ان شاء الله تطلع معاكي بالحلاوة دي، وطري كده من قلبه. عايزه اقول لكم ومقرمش كده من بره تحفه. غطيه، بس انا مرضتش اغطيه في الاول عشان تشوفوا بس ايه، القرمشه بتاعته ان هو يبقى نافخ معاكي كده وتشوفيه وهو طالع من الفرن. بس انت على طول ساعه ما يطلع معاكي من الفرن غطيه عشان ما يبقاش مكسر كده من الوش، ويبقى طري من فوق. تمام كده. شايفين ما شاء الله. شايفين اصلا ايديا وانا بعمل صوابعي باينه من الطبقه اللي انا من طبقات الفطير بتاعتي مورق ازاي ما شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو وتقوموا تجربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم بجد. عايزة اقول لكم ان هو كان سخن وانا ماسكاه اصلا وتحتي منديل كده تحت الفطير كده عشان اعرف اوريه لكم. بصوا، عايزه اقول لكم ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش بقى تكونوا حطيتوا اللايك الحلو بتاعكم اللي دايما بيدعمني ويشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات تانية. على فكرة انتوا بتتفرجوا عليا ومش مشتركين في القناة، انا عايزاكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفة يوصل لكم اشعار بيها. ولو عايزين اي فيديو للفطير، انا عامله طرق كتير للفطير بجد هتعجبكم شوفوها. يعني عايزه اقول لكم ان انا عملت طرق كتير للفطير. المرة الجاية ان شاء الله بعمل معاكم الفطير الحلو. لو عايزيني اعمله قولولي في الكومنتات وانا اعمل لكم احلى طريقة للفطير الحلو. هيعجبكم ان شاء الله. بدل ما تروحي تشتريه كده بالغالي، لا اعمليه في البيت وهيطلع معاكي تحفة. شايفين ما شاء الله. عسل بقى وجبنة وعيشي حياتك ان شاء الله يعجبكم. الف هنا وشفا للي هيجربوا. هستنى رأيكم بقى في التعليقات. تقولولي كلمة حلوة كده عشان بجد بترفع كده من روحي المعنوية، وبحس كده ان انا عايزة اقوم واجرب في طرق كتير انتوا بتحبوها. قولولي احلى حاجة بتحبوها ايه في المعجنات، ان شاء الله نعملها مع بعض. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. ما تنسوش بقى لايكات حلوة كتير يا بنات عشان ترفع الفيديو لناس تانية تشوفه. وبجد بحتاج دعمكم جدا جدا في كل فيديو بعمله عشان ينجح معايا الفيديو، عشان انتوا مش متخيلين انا بتعب في الفيديو عبال ما اطلعه لكم كده ازاي. بس كده.
يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش بقى تحطوا اللايكات الحلوة بتاعتكم، وهستنى كلامكم اللي دايما بيشجعني. وكمان هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وفيديوهات تانية انا حطاها في صندوق الوصف بشوفوها ان شاء الله هتعجبكم. عايزاكم كده تشوفوا القناة، فيها فيديوهات جميلة هتعجبكم بجد والله، وفيها افكار حلوة كمان هتعجبكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، اشوفكم تاني على خير، مع السلامة.